أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مبروك للمنتخب المغربي بلقب كأس العرب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بفوزه على نظيره الكويتي ب7 أهداف لهدف واحد. يعني الفوز كان مستحقا والاكتساح كان كبير. الآن أترككم مع ملخص المقابلة. سنة يقود المنتخب الكويتي محاولة، يا سلام يا سلام يا سلام، لكن الخواري خلصها. عثمان بومزو، شوف عثمان أخذ له مشوار، مر وتقدم والتسديد بالأسماء، أسماء شابة. محاولة في اليمين، أما زال مر، يا سلام، يبحث عن جواد يوسف. الله، هدف أول، لقطة أولى مع البداية. منتخب المغرب يسجل، عثمان بومزو يسجل الهدف الأول والضربة الأولى لمنتخب المغرب. الكرة يوسف جواد قبل إلى بومزو وتسديده هوب على طول. إسماعيل أمازال حطها باليسار، صعبة على فهد الخواري، وبالتالي 1-0. يوسف جواد لمسة إلى خواري فهد خلصها، عادت أمازال تسديده إلى خارج أرض الملعب. مع البداية يتقدم بهدف مقابل لا شيء، وكاد أن يسجل الثاني. محاولان عند حمزة بويزان إلى خالد، تسديده السادسة. من البطل؟ منتخب المغرب. من البطل؟ منتخب السابع في البطولة. محاولة منتخب المغرب، يا الله، يا سلام يا سلام، تسديد الكرة، تسديد، الله يا سلام يا سلام يا سلام. سفيان شعراوي يسجل الثاني، سفيان شعراوي يسجل هدف ثاني لمنتخب المغرب. يا لها من تسديده، ويا صعبة وقوية. شوف سفيان، هوب على طول في الشباك، وبالتالي أصبحت النتيجة 2-0 لمنتخب المغرب. يا سلام على تسديده وعلى كرة، استطاع أن يتجاوز المنتخب العراقي وبشباك نظيفة يا عبد الرحمن الطويل مقابل لا شيء، وبشباك نظيفة. في النهاية الأخير في الدمام، كرة محاولة خطأ، فلا تقدم إسماعيل أمازال، يا بالكعب، لكن مرة شوف التقدم، مر بين الأقدام يا سلام إلى إدريس، يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 على نقلات، كاد أن يحضر. شوف اللقطة، لكن القائم يقف مع المنتخب الكويتي. صعب إخلاص الكرة من جانب المنتخب المغربي. سرعان ما تعود محاولة العيان، أنس تقدم. الصافرة تأتي من محمد حسن وأنس العيان، أنس محاولة، الكرة للمنتخب المغربي، تسديده. هدفين حضرت بهذه الطريقة بالتسديد من خارج. اللقاء شهد 6 أهداف، سجل 4. محاولة يوه عبد الرحمن الطويل، يوسف جواد أن يسجل هدف ثالث. المرمى خالي، لكن عبد الرحمن الطويل بالراس في هذه اللقطة مرة أخرى. يوسف جواد البطولة من أمام المنتخب السعودي يتوج بطل البطولة. محاولة، مرمى خالي. هدف ثالث لمنتخب المغرب. يا سلام يا سلام يا سلام. يوسف جواد يسجل. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، المرمى خالي، هوب على طول حيث المرمى، حيث الهدف الثالث، حيث الفرحة، حيث الانتصار ربما يكون لأبناء المغرب. تلقى أي هدف في مرماه في الثلاث نهائيات الماضية، تسديده إلى خارج أرض الملعب فقط في نهائيين ماضية. هنا النهائي الثالث لمنتخب المغرب. محاولة، انطلاقة، لكن خواري خلصها. كرة مغربية، شوف الكرة والتغطية الموفقة له في هذه المواجهة، لم يحضر حتى تسديده. حارس المرمى عثمان، حمزة بويزان
حمزة، حمزة يا سلام بالراس، خروج بالسلامة إن شاء الله. السلامة إن شاء الله. شوف الكرة، شوف اللقطة، تدخل. الكل كان يبحث عن الكرة في هذه اللقطة. سلامة مغربية الآن، ضغط عالي لكن خروج بالكرة بشكل سلس. يا أنس، الله يا أنس، الله على انطلاقة، على محاولة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 على هدف وعلى انطلاقة وعلى تسديده. الله على الجمال، يا الله على انطلاقة وعلى تسديده وعلى كرة، وبالتالي منتخب المغرب يسجل الهدف الرابع. أصبحت النتيجة 4-0، أصبحت النتيجة 4-0 للمنتخب المغربي. الفاضل إلى عمر في الخلف، خاطئة خاطئة خاطئة، خامس 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 خامس. أصبحت 5، أصبحت 5. الله الله الله، السود الآن دقائق، 5 أهداف مقابل لا شيء لمنتخب المغرب. الله 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 الله، المنتخب اللي يقدم مستوى كبير وحضور فني عالي وقوي، وبالتالي شوف الكرة، شوف اللقطة، شوف التسديدة، المرمى خالي عند إسماعيل. أمازال إسماعيل إسماعيل إسماعيل، محاولة التسديدة، مرور الضغط، لكن عبد الرحمن الطويل، المرمى خالي، محاولة، المرمى خالي، المرمى خالي، مرتدة مغربية، التسديدة. يا سيد ناظم الموضوع صعب، يا سيد ناظم، هل يكون المدرب الأوفر؟ يا تقدم، مرور، تسديدة، لكن الخواري خلصها. فائدة ولقطة أولى من المنتخب المغربي في الشوط الثاني. مرور، يا سلام يوسف، انطلاقة، محاولة، تسديدة، تسديدة قوية، لكن فهد الخواري يتواجد بهذه الطريقة ثم سدد الكرة. الخواري في مرمى المنتخب الكويتي، كرة مغربية في اليمين، محاولة، مرور، تقدم، خالد بن عرضية. الله 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 الله، هذه المواجهة النهائية. شوف الكرة، شوف العرضية بالشباك، إلغاء الهدف السادس للمنتخب المغربي. وتابع الحكم الآن يحتسب لا شيء، لا شيء، إذن لا يحتسب الهدف. هناك خالد بوزيد، هذا خالد، تدخل كان من خالد هنا على عند الحارس، يتقدم يتقدم الخياري، الله على تسديده، لكن الحارس وفي الصالة الخضراء بجانب ملعب الأمير عبد الله الفيصل. محاولة، حتى الحارس سجل، حتى الحارس سجل. الله 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 الله، رضا الخياري يسجل الهدف السادس للمنتخب المغربي. 6 أهداف بهذه الطريقة، بهذه اللقطة، صعبة صعبة يا عبد الرحمن يا طويل، وبالتالي المنتخب المغربي يسجل عن طريق حارس المرمى رضا الخياري. كان نظيفة في النهائي، واجه منتخب مصر عندما كان مدرب لمنتخب العراق، أيضا انتصر ب3 مقابل لا شيء. محاولة، أصبحت 7 للمنتخب المغربي، الهدف السابع لمنتخب المغرب. 7 يسجل إدريس رايس، إدريس رايس يسجل. أصبحت النتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب المغربي، 7 مقابل لا شيء لمنتخب المغرب. قوية جدا وقاسية، وهو بلا حارس يلعب. كرة، محاولة مغربية، مرت، كاد أن يسجل. منتخب متمرس، المنتخب المغربي منتخب مصري، لكن منتخب المغرب الآن سيسجل كأكثر المنتخبات هدف أول، هدف أول لمنتخب الكويت،
عبد الرحمن الكويتي على أن لا تهتز شباك المنتخب المغربي في هذا النهائي. تسديده بهذه الطريقة، عبد الرحمن الطويل يسجل، عبد الرحمن الطويل يسجل للأزرق. عبد الرحمن الطويل طالت وعدت. العراق، مصر، فلسطين، موريتانيا. محاولة تسديدة مغربية. تكون أكثر منتخبات حصولا على بطولة كأس العرب. لا شك إنجاز للمنتخب الكويتي. محاولة تسديدة إلى خارج أرض العزيز، لكن خطفها تسديد للصالات.